تارت دجاج بشكل جديد. نوع من المقبلات اللي ممكن تقدمها في سفرة رمضان. نبدأ بمقادير العجينة اللي هي عجينة التارت. حطوا كمية الدقيق، عليها رشة ملح وزبدة. خلطي الدقيق والزبدة مع بعض وحببيهم في بعض وفترشيهم مع بعض لين تختفي الزبدة مع الدقيق. بعدين ضيف الدحية، وطبعا الدحية هي اللي بتشد العجينة. فحاولي لما تخلطي الدقيق بالدحية ما تعجنيش هلبة، يعني يدوب تلتم معاك العجينة. بعدين خلاها ترتاح في الثلاجة. كان الجو عندك سخون وكان مش سخون والجو مسقع، خلاها ترتاح حتى برا شوية واستعملها. لما بتحليها مش تحتاجيش تستعملي دقيق او تستعملي نايل او شيء، هي اصلا عجينة شادة روحها وكويسة في التعامل، ما تتعبش. حليها بالعصية وبعدين خدي الفورمة اللي بدك تقصي بها وحطيها في طواجين التارت متاعك، او كان عندك طاجين كبير تقدر تستعملي كبير. انا استعملت طواجين التارت الصغيرات. اخدت العجينة وحاولت نشكل العجينة على شكل الطاجين، والزايد قصتها بالموس. بعد ما تقصيها بالموس حيكون فيها فتريش طلعات، حاولي تسويهم بايدك وتخليها عجينة مساوية من فوق، تنقبيهم بالشوكة وتحطيهم على جنب او في الثلاجة لين توتي الحشوة متاعك. بالنسبة للقبة اللي من فوق درت نفس الخطوات، حليت وقصيت الحجم اللي يجي على الطاجين متاعي، وزدت حليت اكتر بالعصية باش ما تجيش عجينة غليظة. بعد ما تحلها شوية وتبدأ العجينة رقيقة تقدري تقصيها بالشكل اللي تبيه. انا استعملت مغطى مربعة وحطيتها على طاجين سيليكون، او كان ما عندكش طاجين سيليكون خدي سيلفر ديريه كورة وحطيها على كورة السيلفر. طبعا طاجين السيليكون تعبني اكتر مش زي الكورة. لو كان عندك طاجين مثلا كب كيك زي هذا ومش سيليكون تقدري تستعمليه، حيكون اسهل من السيليكون. فأنا وسعت بالي معاه وحطيتها في السيليكون وجربت حتى السيلفر. تدهنيها بالدحية وطيبها في الكوشة. طبعا ما تاخدش هلبة في الكوشة، تاخد ربع ساعة، كان كوشتك سخونة ومطيبة فيها التارت قبل، وبعدين تخليها تبرد. نجول الحشوة. في صينية تحطي المفروم الطايب اللي موتتيه قبلها، بعدين تضيف عليها فلفل حلو وطماطم أخضر وجبنة وتخلطيهم ببعض كويس. بعدين ضيفي دحية، حاولي تخلطي الدحية كويس بالحشوة متاعك. بعدين تحطي الحشوة متاعك في الطواجين اللي وتتيهم. بعدين خدي دحية مضربة وحاولي كأنك بتدهني الوجه متاع التارت، يعني الدحية حتخش داخل وتتغلغل في الحشوة وحتشدها أكتر. بعدين رش عليها شوية جبنة. طبعا كان متحبش تزينها بالطريقة متاع القبة المشكلة، تقدري تديري اي شكل تاني. انا استعملت المربعات الزايدات اللي من العجينة اللي فاضلة وزينت بيهم. وكانت تحبيه يقعد مغر تزيينه من فوق تقدري. بعد ما تحطي العجينة هنا تقدري تدهنيه بالدحية باش العجينة اللي مزينة بها ما تطيحش وشدها الدحية. تدخلي الكوشة حوالي خدا نص ساعة طاب، بعدين حمرتها من فوق شوية وهذا شكلها بعد ما طاب. طبعا درجة حرارة الكوشة تكون 200. وهذه شكل القبة اللي درتها في سيلفر وطاجين السيليكون. طبعا طاجين السيليكون بتوسعي بالك هلبة معه، لأن لما أنا استعملتها تكسروا مني وأصلا يتحرك مش شاد روحها، لكن تاع سيلفر تنحت معاي بسهولة. تاخدها وتحطها فوق التارت كشكل.
وهذا شكلها النهائي. سلام.